واخيرا الحمد لله اتفتح باب تقديم ستيم، وفي الفيديو ده ان شاء الله من سلسله ستيم من الالف الى الياء، السلسله اللي بنشرح فيها كل حاجه عن ستيم من الالف الى الياء. هنتكلم عن ازاي تقدم بالخطوات وايه الاوراق المطلوبه وازاي تحدد رغباتك. فلو انت مهتم بستيم ما تنساش تعمل سبسكرايب وتعمل لايك على الفيديو ده لان فعلا بيساعد. ويلا بينا نبدا. في الفيديو ده ان شاء الله زي ما قلت لك هنشرح الخطوات اللازمه والاوراق المطلوبه منك عشان تقدم في ستيم. في البدايه طبعا عايزك تاخد بالك من حاجه، ان انت في ستيم بتقدم مرتين، مره وانت بتقدم لاختبار القبول ومره وانت بتقدم على المدرسه ان شاء الله بعد ما تتقبل. بقول لك كده بس عشان ما تنساش وتقدم على اختبار القبول وتنجح وتفتكر كده نفسك اتسجلت في المدرسه. طيب اول تقديم معانا وهو تقديم الاختبار بتاع القبول، ولو ما تعرفش فستيم بيكون ليها اختبار قبول لازم تتخطاه عشان تدخل المدرسه. ولو عايز تعرف اكتر عن اختبار القبول والاسئله بتاعته عملت فيديو كامل بيوضح فيه كل حاجه بالنسبه لازاي تعدي اختبار القبول. وطبعا عشان تدخل اختبار القبول اصلا محتاج تكون جايب شروط معينه هي بتاعت كل سنه ما بتتغيرش. الشروط دي اول حاجه فيها انك تكون معاك شهاده اتمام الدراسه بالمرحله التعليم الاساسي اللي هي ثالثه اعدادي يعني. واكيد ان الطالب يكون مصري او مصري درس في الخارج. بعد كده بتعمل معادله من الاداره العامه للامتحانات. وبالنسبه للناس اللي بتسال الازهر ينفع يقدم ولا لا، فانت عادي تقدم من الازهر، بس اهم حاجه تكون حاصل على الاعداديه في نفس السنه اللي بتقدم فيها وتاخد موافقه شيخ الازهر بالتحويل في حاله قبلت ان شاء الله. طيب هتقدم ازاي وايه الورق المطلوب منك؟ هتقدم ان شاء الله من الموقع الرسمي للوزاره وهسيبه لك في الكومنتات او في وصف الفيديو ده ان شاء الله. وهتكمل كل اجراءات التقديم الالكتروني وطباعه الاستماره الالكترونيه. وتعال نمشي خطوه خطوه في الاستماره الالكترونيه ونشوف بيتكتب فيها ايه. اول ما بتدخل موقع الوزاره وتجيب الجزء الخاص بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا هتلاقي الصوره اللي قدامك دي. مش لازم هي بالظبط يعني، ممكن الالوان تتغير او الكلام اللي تحت ده يتغير شويه عادي يعني. بالنسبه للجزء ده اللي بتدخل فيه البيانات بتاعتك عشان تظهر لك المعلومات بتاعتك اللي على السيستم. فبتدخل المديريه التعليميه بتاعتك اللي اخدت منها الشهاده وبتدخل رقم الجلوس بتاعك. بعد ما تدخل رقم الجلوس بتاعك والمديريه بتاعتك هتظهر لك البيانات الموجوده على السيستم بتاعهم. بس قبل ما تدخل لازم تقرا كويس التعليمات المكتوبه تحت دي، زي ان لازم تسجل كل المدارس الموجوده في الرغبات عشان تدوس حفظ. يعني من الاخر ما ينفعش تدخل مدرسه او مدرستين او 3 بس. وتركز كويس وانت بتضيف الرغبات بتاعتك عشان ما تدخلش في حوار تقليل اغتراب بعد ما تتقبل ولا الكلام ده كله. وهنا بيقول لك انك بعد ما تسجل كل حاجه وتتاكد من ان كل حاجه محفوظه تمام هتدوس حفظ وطباعه الاستماره دي. اخر حاجه بالنسبه للناس اللي اتظلمت ودرجات لها طلعت لها بس مش ظاهره في السيستم، فهي كده في الحاله دي هتروح اداره الاحصاء بالمديريه التعليميه وتقول لهم المشكله دي. بعد ما بتدخل المديريه التعليميه ورقم الجلوس بتاعك بتظهر لك البيانات بتاعتك زي كده. وهنا لازم تتاكد من انها صح 100%. هتلاقي مثلا هنا اسمك والمديريه بتاعتك والاداره بتاعتك، اسم مدرستك ورقم الجلوس بتاع الاعدادي بتاعك. بتنزل تحت شويه وهتلاقي مجموع درجاتك في الاعدادي وبياناتك المهمه زي الرقم القومي، وده لازم تتاكد انه مكتوب صح 100%. وهتلاقي طبعا تواريخ الميلاد ومحافظة الميلاد والنوع سواء ذكر او انثى. طيب لحد هنا انت ما ضفتش اي حاجة جديدة، انت بس بتتأكد ان معلوماتك اللي موجودة على السيستم موجودة صح. بعد كده ان شاء الله هتضيف هنا عنوانك والبريد الالكتروني بتاعك سواء جوجل ميل او اوتلوك او اي ايميل انت شغال بيه. بعدين بتحط رقم تليفون المنزل، ولو مفيش عادي مفيش مشاكل. ولو مرضيش يكمل الاستمارة غير لما تدخل رقم منزل دخل رقم حد تعرفه. بعد كده هتدخل رقم المحمول، وده مهم جدا خد بالك عشان ساعات الاستمارة ممكن ترجع او يكون فيها حاجات ناقصة، فهم بيتصلوا بيك من الادارة عشان يقولك تعمل ايه. اما بعدين هنا فهو بيسألك عن الدرجة اللي انت جبتها في امتحان الكمبيوتر. وبعدين خطوة مهمة جدا خالص وهي انت عايز امتحانك يكون بأي لغة. احنا اتكلمنا طبعا في الفيديو اللي فات عن الامتحان وزي ما قلت لك وعرفنا ان الانجليش طبعا بيكون للانجليش للكل، والاي كيو بيكون بالعربي للكل برضو سواء حكومي او لغات. يعني انت هنا بس مجرد بتحدد عايز ماس وساينس ولا رياضيات وعلوم. ولو عايز تعرف اكتر زي ما قلت لك عن اختبار القبول او ازاي تحضر له هسيب لك اللينك بتاعه ان شاء الله. الخطوة الاخيرة بقى في الاستمارة دي وطبعا مهمة جدا وهي انك بتقدم الرغبات بتاعتك. وطبعا زي ما قلت لك لازم تحط كل المدارس في الرغبات. طبعا انت الرغبات دي بتحطها براحتك خالص، بس انصحك خصوصا لو انت بنت انكم تقدموا في المحافظة الاقرب ليكم.
وهقول لكم ان شاء الله كمان شويه ايه المحافظات اللي مفتوحه فيها المدارس. طيب هل ده يعني ان المدارس مفيش اي مميزات بينها وما بين بعض؟ مش عايز اقول لك ان مفيش اختلافات، هو بصراحه في اختلافات، يعني كل واحد بيشوف مدرسته حلوه او وحشه حسب نظرته الشخصيه. فمهما تسال ناس كتير دايما هتحتار، فممكن تريح دماغك وتخليك في المكان اللي اقرب لك. بس لو انت شايف ان في مدرسه احسن لك او احسن من المدارس التانية، او حد من الاستمرز فيها قالك ان هي فارقة عن المدارس التانية، او انت يعني عموما يعني عايز تبعد شوية عن اهلك عشان تعتمد على نفسك، ودي طبعا حاجة حلوة، فالرغبات طبعا دايما في صالحك وبترجع لك تماما حرية الاختيار. طيب المدرسة اللي انت هتتقبل فيها دي ان شاء الله هتكون على اساس ايه؟ الموضوع كله راجع لدرجاتك في اختبار القبول بس، يعني درجات تالتة اعدادي ملهاش اي دعوة بالموضوع. يعني عادي يكون شخص جايب 95 ومقفل مادتين في تالتة اعدادي وجايب درجات في اختبار القبول اعلى من واحد جايب 100% في تالتة اعدادي، فاللي جايب 95% طبعا هو اللي هيتقبل بما انه هو جايب درجات اكتر في اختبار القبول. يعني هم لو عايزين 1000 طالب السنة دي وانت ترتيبك ال1000 في اختبار القبول هتتقبل ان شاء الله تمام. بس هتتقبل في اي مدرسة دي بتختلف حسب العدد المقدم على المدرسة وجايبين درجات اعلى منك. يعني اكيد مدارس زي اكتوبر والمعادي وعبور واليكس هتلاقي الاعداد اللي حطها رغبة اولى كتير شوية عشان الناس اللي من القاهرة والاسكندرية كتير، غير الناس طبعا اللي مقدمين في الاقصر او جنة هتلاقي عددهم اقل شوية. فهتلاقي ناس كتير من وجه بحري كانوا مقدمين على اكتوبر او العبور او غيره، بس بسبب ان في ناس كتير جايبين اعلى منهم هيضطروا يروحوا المدارس اللي العدد المقدم عليها اقل شوية في الصعيد مثلا. وطبعا انت هنا بيكون ليك حرية الاختيار طالما اتقبلت، فلو عايز تروح بتروح ولو مش عايز مش بتروح. يعني انت او انتي لو المدرسة اللي اتقبلتوا فيها بعيدة عنكم وخايفين تقليل الاغتراب ما يفتحش في السنة دي، عادي ما تقدموش في المدرسة، بس مكانكم ده هيروح للحد اللي اقل منكم في درجات الاختبار، ودول بيسموهم الويتنج ليست. طيب انت مليت الاستمارة واتأكدت من كل المعلومات اللي فيها، هتعمل ايه بعد كده؟ هتروح تطبع الاستمارة دي وولي الامر يوقع عليها وتاخدها معاك. وفي شوية حاجات برضو في الطريق انت هتاخدهم معاك عشان تروح الإدارة التعليمية. هتجيب صورتين 4 في 6 جديدتين، يعني حديثتين للطالب، وتلزقهم على الاستمارة. لو مش عارف تلزقهم سيبهم زي ما هم وهو هيعملهم ان شاء الله. وفي طريقك تعدي على المدرسة الإعدادية بتاعتك تجيب منها صورة طبق الأصل من الشهادة الإعدادية أو بيان نجاح معتمد، وتكون مختومة بختم الشعار برضو. تعدي على السجل المدني تجيب شهادة ميلاد مميكنة، وتروح المدرسة تقول لشؤون الطلبة عايز صورة طبق الأصل من شهادة الميلاد دي وأنا مقيد عندكم في المدرسة هنا. بعدين هتروح تدفع الرسوم بتاعة اختبار القبول على صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، وبتكون حوالي 150 جنيه تقريبا. بس ركز في الحتة دي وإنك تكتب الإيصال بتاع صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية باسم الطالب. بعدين هتاخد الورق ده كله وتروح في الإدارة التعليمية، بيراجعوها هناك ويعتمدوها ويختم لك ختم الشعار عليها، وتأكد من انها مختومة ختم الشعار عشان من غيره ملهاش اي لازمة. وكده انت شغلك خلص، والإدارة التعليمية بتقوم بالواجب وتاخد الورق ده وتراجعه وتقدمه لإدارة شؤون الطلاب بالمديريات بتاعتهم. طيب بالنسبة للاختبار هيكون يوم ايه؟ هيكون يوم الأحد الموافق 25/8/21، يعني قدامك حوالي شهر للمذاكرة. والامتحان هيمتد من يوم الأحد ليوم الأربع 18/8، عشان مش كله بيمتحن في يوم واحد عشان الأعداد كبيرة. طيب انت هتعرف المكان اللي انت هتروح تمتحن فيه ازاي؟ بعد ما تقدم خلاص كل حاجة هتتابع مع الموقع بتاع الوزارة، وقبل الامتحان بيقول لك هتروح تمتحن في المكان الفلاني، وغالبا يعني بيكون مركز التطوير التكنولوجي التابع للإدارة بتاعتك. طيب ايه المدارس المفتوحة للتقديم السنة دي وامتى اقدر اقدم؟ المدارس المفتوحة في الجيزة والقاهرة واسكندرية وكفر الشيخ والدجهلية والإسماعيلية والبحر الأحمر وأسيوط والأقصر، الفيوم والغربية والعبور، الشرقية وبني سويف وجنة، والمنيا وسوهاج، وسرس الأيام بالمنوفية، ومدينة السادات بالمنوفية برضو. وامتى تقدم دي؟ خد بالك ان التقديم من يوم 18/7 لحد يوم 1/8، وبعد يوم 1/8 مفيش طلبات تقديم هتتقبل تاني. فحاول تجهز الورق بتاعك كله في أسرع وقت إن شاء الله، بحيث تقدمه بدري، بحيث لا قدر الله وحصل أي حاجة تلحق تصحح الموضوع. وعشان نلخص الفيديو ده في أقل من دقيقة، الخطوات هتكون كالتالي: إنك هتملى الاستمارة الإلكترونية بتاعتك وتحط الرغبات بتاعتك، بعدين تروح تطبع الاستمارة دي وتجيب الصور بتاعتك وشهادات الميلاد وشهادة النجاح أو بيان النجاح، وتدفع مصاريف الامتحان وتاخد الوصل بتاعك
مع كل الورق ده على المديرية التعليمية، وتتابع موقع الوزارة لحد ما ينزل لك مكان الامتحان بتاعك. بعدين هتروح تذاكر لحد ما تدخل الامتحان، وبعدين لما تتقبل ان شاء الله هقول لك ازاي تقدم على المدرسة وازاي تعمل الكشف الطبي وايه الورق المطلوب وكل الكلام ده ان شاء الله. صح، قبل ما انسى، في شوية تيبس اند تريكس للاختبار انا قلتهم في الفيديو اللي فات هيساعدوك ان شاء الله تعدي اختبار القبول، فاتفرج عليه ولو في اسئلة اكتبها في الكومنتات. وبالتوفيق للجميع وربنا معاكم ان شاء الله. وبس كده، شكرا جدا لانك كملت الفيديو للاخر، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.